يا صباح الجمال. النهارده بقى فيديو حماسي. النهارده بقى هنخزن مع بعض البطاطس الآلية بطريقة سهلة خالص، طبعا لسحور رمضان والفطار. وكمان للأيام العادية كعشاء أو كفطار، بطريقة سهلة خالص. طبعا مش هتشرب معاكي زيت بإذن الله، ما تطلعيها كده وتقليها بطريقة سهلة، وإن شاء الله هنشوف مع بعض خزناها ازاي. وقولوا لي انتوا بتخزنوها ازاي في التعليقات، ويلا بينا نبتدي في وصفتنا. عندي هنا بطاطس آلية. انا جبت هنا 5 كيلو من البطاطس الآلية، وقشرتهم كويس قوي وغسلتهم تحت المية، وكمان جبت بقى سكينة وطبق كبير عشان اقطعهم صوابع. طبعا انت بتقطعيهم صوابع ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، يعني بتخليها وسط عشان خاطر تضمني التسوية بتاعتها بعد ما تطلعيها من الفريزر. ولما تيجي تقليها في الزيت، بتطلعيها كيس، ما تسيبهوش يفك، ما تسيبيش البطاطس بتاعتك تفك خالص. انا بس يبقى شايفين السمك بتاعها بيبقى وسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. هخرط الكميه كلها بنفس الطريقه دي. زي ما قلت لكم، البطاطس بتطلعوا كيس، بتسيبوه بس دقيقتين كده، وبعد كده بتحطوه في زيت سخن. تقليه عادي خالص، تمام. ما تسيبيش البطاطس بتاعتك تفك عشان خاطر ما تبقاش عجين معاك، ما تعجنش معاك وتشرب زيت. لا، بتطلعيها عادي زي البطاطس مثلا اللي انت بتشتريها بوم فريت، بتشتريها جاهزه من السوبر ماركت، بتقليها وهي متلجه. نفس الكلام البطاطس دي. شايفين السمك؟ انا بحاول اقطعها كلهم زي بعض نفس السمك عشان خاطر كله ياخد نفس التسويه. طبعا ده بيسهل عليك كتير جدا، ويسهل عليكي بقى في السحور بتاع رمضان بإذن الله، وكمان يسهل عليكي في العشاء أو فطار أو حتى غدا. في أي وصفة، سواء آلية أو هتعمليها صينية بالتومة، هنعملها مع بعض، هنعمل وصفات كتير قوي بيها. ده السمك بتاعها اهو، تمام. بس كده هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها، تمام، وغسلتها كمان كويس قوي، نزلت النشا كله اللي فيها. هنا حلة على النار فيها مية مغلية، حطيت معلقة هرمية من الملح، تمام، ونص كوباية من الخل. الخطوة دي مهمة جدا، معلقة صغيرة هرمية من الملح ونص كوباية من الخل. الخطوة دي لازم تحطيها في المية المغلية قبل ما تحطي البطاطس. بعد كده بتجيب البطاطس، كمية البطاطس بتاعتك، طبعا الحلة دي باينة في الكاميرا ان هي صغيرة، لكن لا، الحلة دي كبيرة جدا. تجيبي اكبر حلة عندك، او ممكن تحطيها على حلتين براحتك لو الكمية كتيرة، وتنزلي فيها بكمية البطاطس. اول ما بتنزلي بالبطاطس بتاعتك بتحسي ان المية بطلت تغلي، بس لا، سيبيها شوية، هتلاقيها بدأت تقلب معاكي وتغلي. شايفين؟ بحط شوية شوية كده، حطيت كمية كلها. شايفين المية بطلت تغلي؟ استنى عليها بس كده، هتلاقيها بدأت تغلي معايا. اول تحسبي لها 5 دقايق من اول ما تبتدي تغلي بالمنظر ده، احسبي لها بالظبط 5 دقايق، مش اكتر من كده. 5 دقايق بالظبط من وقت الغليان، عشان ما تتهريش معاكي فيما بعد او ما تعجنش معاكي. بديها تقليبه كده اول ما تغلي، وبسيبها مدة 5 دقايق بالظبط على النار. وبعد كده هاخدها اصفيها من المية بتاعتها، او اخدها على مية متلجة. عندك مية بتلج، يفضل مية بتلج عشان خاطر توقفي التسوية بتاعتها. اهم حاجة سبتيها 5 دقايق، وكل وقت للتاني كده في ال5 دقايق دي بتقلبيها، بتجيبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان كله ياخد نفس التسوية. هنا كنت محضرة مية ساقعة جدا في طبق، وابتديت ان انا اخد البطاطس بالصفاية دي بالطريقة دي، واحطها في المية الساقعة جدا، او عندك مية بتلج يفضل، عشان خاطر عايزين نوقف التسويه كده بتاعه البطاطس عشان ما تتهريش معايا. خلاص، بصفي البطاطس بالطريقه دي وباخدها على طول على الميه عشان تبقى تاخد صدمه على طول. وهغير كمان الميه تاني، يعني الميه دي هتاخد السخونيه وهتسخن دلوقتي، فهبتدي ان انا اغير الميه كذا مره على البطاطس لغايه لما البطاطس بتاعتي تهدى تماما. شايفين مطلعه دخان ازاي؟ هسيبها دقيقه كده، وبعد كده هروح اصفي الميه من عليها، واحط لها ميه ساقعه تاني او ميه من الحنفيه، وابتدي اصفيها واحط لها ميه تاني لغايه لما تبرد تماما. هنا كنت غيرت الميه، ودي اخر خطوه للميه، يعني غيرت الميه بتاع 3 مرات لغايه لما البطاطس بردت معايا، وحطيت لها ميه ساقعه كده. بعد كده هجيب مصفى
تكون كبيرة شوية، وحطيت فيها كمية البطاطس كلها، وحطيت تحتيها زي طبق كده عشان ينزل كل المية بتاعتها. سيبيها براحتها تنزل المية، ممكن تسيبيها نص ساعة تلت ساعة تنزل ميتها تماما لغاية لما ما تنزلش مية خالص. بتجيبي بقى معاكي اي دفاية عندك نظيفة، زي ما انا عملت جبت دفاية نظيفة، اهم حاجة اضمن ان هي نظيفة، او فوطة او ملاية نظيفة، وافرشيها على الرخامة عندك او على ترابيزة، وحطي كمية البطاطس كلها كده، وزعيها عليها عشان خاطر تنشف، ووجهي عليها المروحة. تمام. انا عملت كده، وزعت كله كده على الدفاية على الرخامة عندي، دفاية نظيفة، وزعتها كده ووجهت عليها مروحة. سبتها تنشف تماما، وبعد ما نشفت تماما عشان اتاكد ان هي نشفت، جبت مناديل وقعدت ادوس على البطاطس كده عشان خاطر لو في اي نقطه ميه او اي حاجه تنشف تماما. انا عايزه البطاطس توصل معايا لمرحله ان هي ما فيهاش ولا نقطه ميه. تمام. كده انا خلصت البطاطس. بعد كده هاخد بقى كميه البطاطس بتاعتي اللي انا عملتها دي. معلش هي بتاخد كذا خطوه، بس بعد كده هترتاحي. يعني هي خطواتها كتير، بس هترتاحي فيما بعد ان انت تطلعي الكيس تقليه على طول على السحور، على على الفطار، على اي حاجه. انا اخدت كميه البطاطس كلها حطيتها في طبق عندي. بعد كده جهزت صينيه كبيره، وحطيت في عليها كده معلقتين كبار من النشا، وابتديت انزل كميه، يعني شويه شويه من البطاطس عليها. النشا مهم في الخطوه دي، ما تكتريش نشا. تمام. انا عايزه النشا يعمل غلاف بسيط قوي على البطاطسايه، على صبع البطاطسايه كده، تعمل غلاف بسيط، يعني مش عايزه كتير قوي. هديله تقليبه كده، وهكمل باقي البطاطس. هفضل اعمل الخطوه دي لغايه لما اخلص الكميه كلها، يعني بعمل شويه بشويه كده. تمام. وبعد كده بيبقى عندي اكياس تلاجة عادية جدا، حابة تخزنيها في علب براحتك، لكن انا خزنها في اكياس تلاجة على حسب الطاقة بتاعتي او حسب الوجبة. يعني اطلع كيس على مرة وخلاص. خلاص. يعني على قد طبق كده كيست، كل كيس على قد طبق كبير، وربطته كويس قوي وبحطه فوق بعض في الفريزر. طبعا عملت معايا كمية كبيرة جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. شايفين؟ هنا بقى هحط برضو بطاطس، هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. حطيت البطاطس الاول دلوقتي، وهحط عليها شوية من النشا، وهديهم تقليبة كويسة جدا. شايفين؟ اهو. هقلبه كويس قوي، وبرضو هكيسها بنفس الطريقة اللي انا كيست بيها الدور الاولاني لغاية لما اخلص الكمية كلها. عندك صينية كبيرة خالص عايز تعملي كل ده في خطوة واحدة، يعني تحطي النشا على البطاطس في خطوة واحدة، عندك صينية كبيرة براحتك، بس انا حبيت ان انا عشان اضمن ان كل بطاطسية متغلفة بالنشا، حطيت شوية شوية، وده كان كمية البطاطس بتاعتي اللي انا خزنتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي.